نتفاجئ ان هو طبعا اتحاد الكوره بنتكلم عنه، قال لا احنا خلاص احنا حلينا مشكله مجدي عبد الغني دي، احنا خلاص جبنا كابتن حسام ابراهيم كرمناهم واخترناهم يتولوا لجنه اللاعبين المحترفين. ده اقول مثلا عشوائيه ولا ده نظام اداره بنظام مصاطب بصراحه. يعني انت بتحل مشكله، طبعا هم كلهم عارفين ان في مشاكل بين التوأم حسام ابراهيم مع كابتن مجدي عبد الغني ومش عارفين يردوا عليه، خلاص يبقى انت هتشتم في اتحاد الكوره، تشتم في جمعيه المحترفين او في لجنه المحترفين، يبقى هتصطدم بحسام ابراهيم. هو كمان كان في تصريح للاستاذ احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره انه اختيار حسام وابراهيم لهذه اللجنه ليس نكايه في مجدي عبد الغني. له نكايه فيه وعندم فيه، وهو مش قادرين يواجهوا كابتن مجدي عبد الغني، بيحطوا حسام وابراهيم، وده سوء حظهم للاسف شديد. اولا مجدي عبد الغني يعني وفقا لكل التاريخ اللي هو حصل فيه صدام عنيف في خلال السنين اللي فاتت دي، وكان الكابتن شوبير وبعض النجوم اتدخلوا وخلاص فضوا الاشتباك بينهم، ما اعتقدش كابتن مجدي عبد الغني هيهاجم حسام وابراهيم، وكابتن مجدي عبد الغني فعلا قال تصريحات ان هم بيختاروا حسام وابراهيم عشان يدخلوني في صدام معاهم، لكن ده مش هيحصل وانا هصر على اتحاد الكوره. هو برضه بصراحه يعني بوضوح اكتر كابتن مجدي عبد الغني واضح ان هو مجلس اتحاد الكوره مش مالي عينه بوضوح، يعني مش مالين عينه فعلا خالص. كل شويه بيتكلم عليهم باسلوب قمه التجاوز. اقل واحد عنده جزء من كرامه اعتقد لازم يرد بشكل واضح وشكل عنيف وشكل واضح، لا اما يقول له في النقطه هو بيتكلم عليها انت مخطئ، لا اما يقول له خلاص احنا مش قادرين على المكان ده وشكرا ونمشي. لان اصل هم معلش للاسف هم برضه اي شخص برضه بيشتغل في العمل العام لازم يعني يستقبل انتقادات، يعني مش معقوله الدنيا كلها تقعد تعظم فيه طول الوقت. يعني اذا كان يعني بغض النظر عن اتجاهات كابتن مجدي عبد الغني يعني او انه له اتجاهات او لا او له مصلحه او لا، فلازم انه يتقبل الانتقاد، يعني مش هيسيب المكان ويمشي كده، لازم يسمع الراي اذا كان موضوعي. لا مع حضرتك انا اختلف مع حضرتك تماما كده. النقد ليه حدود. انا لما اجي اتكلم على انا بقول لحضرتك اذا كان النقد موضوعي، لما ما بقول لحضرتك لا، ما هو النقد خرج من اطار موضوعي. لما نيجي مثلا كل شويه في الحلقه ايه ده اتحاد كفته، ده اتحاد بطيخ، ده اتحاد دي ناس كلها كان اخرهم مش عارف يقعدوا في اتحاد الكوره تحت، ده كلام بيتقال على الهوا، في ناس بتسمعه. الناس اللي بتسمع الكلام ده هيقول حاجه من اثنين، لا اما الناس دي خايفه منهم، لا هو كسر عينيهم بقى في حاجات ده وماسك ورق عليه للاسف الشديد. يعني ما دي كده للاسف. انا المقال اللي هينزل بعد بكره عندنا في اليوم السابع انا بتكلم في الجزء دي، لابد من هدنه، لان للاسف الشديد استمرار الكابتن مجدي عبد الغني بيكسر هيبه اتحاد الكوره. هدنه بين كابتن مجدي عبد الغني واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، وتحديدا عشان نكون واضحين اصلا يعني هو المهندس احمد مجاهد هي المشكله شخصيه بينهم من ساعه وقعه البنطلون اللي هي الشهيره ديت. اعتقد يعني لابد من الهدوء، لان اتحاد الكوره بيفقد هيبته كل يوم، بيفقد هيبته اكتر واكتر. واتحاد الكوره دايما للاسف اللي هو يعتبر الاب لوسط الكوره لازم يكون قوي، لانه في اوقات بياخد قرارات حاسمه. لما بيجي مثلا نادي اتحاد الكوره واحد زي كابتن مجدي عبد الغني كل الاحترام والتقدير للنجم كبير وكل حاجه، وبيشتم اتحاد الكوره ومحدش بيرد عليه، طب اتحاد الكوره ده بياخد قرار ازاي مثلا مع النادي الاهلي اللي هو حتى الان ازمته في المؤتمرات الصحفيه ما اتخذتش؟ نعم. لو مثلا نادي الزمالك لعيب عنده اتطرد مثلا في ماتش او عمل وقعه تجاوز الحدود وتوقف، يبقى احنا كده هنخش برضه كده للاسف الشديد هنوصل لمرحله ان المكان دايما الشخص اللي يقود او الاداره اللي تقود لابد ان يكون لها هيبه، لابد ان يكون لها قوه، لابد ان يكون لها ردع، لا يجوز التكسير فيها بالشكل المباشر ده. حتى انا بطالب الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن احمد مجاهد لابد يكون في هدنه، وحتى بقى مش هنقعد بقى نخش في الحرب البارده بقى وهو يحط لهم حسام وابراهيم وهو الثاني يضربهم من تحت لتحت. وبرده ما عجبنيش برده الاسلوب اللي هو يعني عملوا اتحاد الكوره برده وبعت جواب لاداره قنوات مودرن اللي هو بيشتغل فيها كابتن مجدي عبد الغني بيحاول يحد منه. ده برده اسلوب رغم عدم قبولي ورفضي تماما لتصرفات كابتن مجدي عبد الغني، لكن برده ارفض تماما ان حد يتعامل باسلوب اللي هو ايه التهديد لاي حد بيتكلم مع الراي، حتى لو كان في تجاوز. احنا ممكن في طرق كتير جدا ممكن نحل بيها المشاكل. ايه مضمونه الخطاب اللي بعته الاتحاد لقناه؟ بعته بيقول ان هو كابتن مجدي عبد الغني بيستغل القناه في نقد غير موضوعي، في تجاوزات، وان هم لو استمر هذا الامر هيضطروا ياخدوا الاجراءات القانونيه والقضائيه تحديدا ضد قنوات مودرن.